خسرت تونس، لكن الهزيمة ليست دائما سقوطا، أحيانا هي مرآة صادقة. مالي اليوم لم تفوز بالحظ، بل فازت بالشراسة وبالإيمان. وفي كرة قدم لا تعترف بالأسماء بل بالأداء. المنتخب التونسي حاول، قاتل، لكنه اصطدم بواقع قاسي، أن إفريقيا لا ترحم من يتأخر خطوة ولا تنتظر من يعيش على الماضي. هذه الخسارة مؤلمة نعم، لكنها ليست نهاية تونس، بل سؤال مفتوح: هل تراجع؟ هل تصحح؟ أم تكرر الأخطاء وتلوم الحظ؟ المهم، إلى اللقاء حتى البطولة القادمة. تحية لمالي، منتخب يلعب بلا خوف. وتحية لتونس أيضا، لأن الكبار لا يقاسون بعدد انتصاراتهم بل بقدرتهم على النهوض بعد السقوط.